عشان تبني سيستم قوي وسيستم يخدم ملايين من المستخدمين لازم ان السيستم ده يتميز بمجموعه من الخصائص زي مينتينابيلتي، سكيلابيلتي، بيرفورمانس، سكيورتي. ايه المينتينابيلتي؟ السيستم بتاعك يكون قابل للصيانه. يعني ايه قابل للصيانه؟ يكون ان هو الاجزاء بتاعته منفصله، الاجزاء بتاعته تقدر ان انت تعيد استخدامها، تقدر ان انت تشيل فيتشر تحط فيتشر جديده من غير ما السيستم يحصل له اي مشكله. تاني نقطه هي السكيلابيلتي. يعني ايه سكيلابيلتي؟ يعني السيستم بتاعك يكون قابل ان هو يخدم عدد مستخدمين كبير جدا. في المستقبل بدل ما يخدم 1000 يوزر يقدر انه يخدم مليون و10 مليون يوزر. ومن الحاجات المهمه جدا اللي بيتميز بيها اي سيستم ان هو يكون ريلايبل. يعني ايه ريلايبل؟ يعني السيستم ده متاح في اوقات كتير. يعني ما تجيش ان انت تخش على الابلكيشن او تخش على الويب سايت تلاقي الويب سايت مثلا واقع تقول اوبس اصل السيستم وقع، يا خبر السيستم وقع وانا كده اعتبر ناجح. لا، السكيورتي واحده من اهم الخصائص اللي بتميز اي سيستم. وانت داخل على ويب سايت معين او بلاتفورم، من اهم الحاجات اللي تكون عندك تبقى واثق ان البلاتفورم دي ما ياخدش المعلومات الخاصه بيك ويسربها لاي جهه ثانيه. ايه تاني؟ البرفورمانس. لو انا بستخدم ابلكيشن او بستخدم ويب سايت لازم يكون البرفورمانس بتاعه كويس جدا، اقدر ان انا اتنقل من صفحه لصفحه، من مكان لمكان، اقدر ان انا اعمل سكرول بمنتهى السلاسه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لنا رايك في الكومنتس.